فحقيقة عراق اليوم البادية للعيان، وخاصية الإبادة العرقية العلنية منها والمستورة، والتي تتميز بها أنظمة الشرق الأوسط المشتركة جميعا في الجرم، واضحة جليا ورهيبة، ليس فقط بالنسبة إلى المحترقين بألسنة لهيبها والمنصهرين في بوتقتها، بل إن راصديها أيضا يشعرون بهولها. رغم ذلك ثمة بالمقابل ميول عظمى متطلعة للحياة الحرة، ولكن من المحال عيش ثنائية الحياة الحرة والإبادة الجماعية بشكل مشترك، إذ لا يمكننا العيش هكذا والمشاركة في جريمة كهذه. كيف حصل ووصلت هذه الأراضي بتاريخها إلى هذه الحالة بعدما كانت منبع أسمى معاني الحياة؟ ففي الطرف الأول تنشب حروب الإثنيات التي كانت قد مهدت الطريق لبروز أولى معاني الحياة، وفي الطرف المقابل ثمة الحروب التي يقودها الإله الأخير للحداثة. ما دام كذلك فلا خيار لنا سوى الانكباب على الموضوع تكرارا ومرارا، والرد على قضاياه وإنجاز النشاطات اللازمة. علي سرد نكهة الحياة في الهلال الخصيب بلغة أدبية نوعا ما، سأبدأ حديثي عنها بملاحظة كان قد رصدها بريدود الذي ابتدأ حفريات جيانو في ديار بكر، حيث يقول: لا يمكن للحياة أن تكون ذات معنى في أي بقعة من العالم مثل ما هي عليه في حواف قوس جبال زاغروس طوروس. ترى ما هي المشاعر التي راودت هذا الإنسان المترعرع في أحضان ثقافة بعيدة جدا لدرجة جعلته يقول مثل هذه العبارة؟ وكعالم آثار ومؤرخ مدرك تماما للحضارة، لماذا يرى الحياة الأغنى والأرقى بمعانيها في هذه الساحة الثقافية؟ علما أن القاطنين اليوم على هذه الأراضي يودون الهرب منها وكأنهم يهربون من الطاعون، ويستميتون للوصول إلى أوروبا ولو مقابل أبخس الأجور، وينظرون للهجرة إليها كالقدر المحتوم، لأنهم خسروا كل مقدساتهم وقيمهم الجمالية وكأنها لن تستعاد ثانية. علي الإقرار بأني أنا أيضا أصبت في وقت ما بمرض الحداثة، وأردت الفرار من كل شيء في هذه الأراضي حتى من الأم والأب. لطالما أعترف في قرارة نفسي بأن ذلك كان أفظع ضلال لي في الحياة، لكني أدرك أيضا أني لم أنقطع كليا عن الواقع الذي لاحظه بريدود، فباعتبار ابن تلك الجبال فقد كنت أنظر إلى ذراها الشاهقة على أنها عرش الآلهة، وإلى حوافها على أنها لبنات أساسية للجنة الوفيرة التي خلقوها، فأتوق للتجوال في ربوعها على الدوام، وقد اشتهرت منذ نعومة أظافري بلقب مجنون الجبال. لا أعلم لاحقا أن هذه الحياة عائدة على الأرجح إلى الإله ديونيسوس، الذي يقال أنه كان يتجول فيها برفقة مجموعة الفنانات الحرات المسميات بالباخوسيات، المحيطات به أماما وخلفا، ليطربوا ويلهوا ويأكلوا ويشربوا سوية. كنت قد أحببت هذه الحياة الإلهية، وكان الفيلسوف نيتشه أيضا قد فضل هذا الإله على زيوس، بل وكان يذيل العديد من أقواله المأثورة بتوقيع الغلام الغر لديونيسوس. عندما كنت في القرية كنت مهووسا باللعب المشترك مع الفتيات عوضا عن لعبة العروس أو الغميضة، حتى وإن كان ذلك لا يتناغم والأعراف الدينية كثيرا. كنت مقتنعا بأن المجرى الطبيعي ينبغي أن يكون بهذه الشاكلة، كما لم أستسغ أو أبدي أي تسامح البتة تجاه الثقافة المهيمنة بستر المرأة وحجابها في المنزل، ولم أأبه بالقانون الذي سموه الشرف الناموس، ولا أبرح بالرد بنعم بشأن النقاش الحر اللامحدود مع المرأة واللعب معها ومشاطرتها كل المقدسات الأخرى في الحياة. بالمقابل فإن جوابي هو لا وألف لا بشأن علاقة العبودية والتبعية المتبادلة الفائحة برائحة الملكية والمرتكزة إلى القوة، أيا كان اسمها وأيا كانت ذريعتها.